السلام عليكم البنات، نتمنى انكم تكونوا بصحه جيده وتكون هذا الفيديو دي كما العاده كتلقاكم في اتم الصحه والعافيه. مرحبا بكم في قناه مطبخ عائشه السويريه. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا طبق ديال الكبده او القشوش ديال الدجاج. وهنا البنات باش نحضر طبق هذا استعملت، انا اقتصرت غير على القلب والكبده، يعني نتوما تقدروا تضيفوا المكونات اولا القشاوش الاخرين ديال الدجاج. هنا عندي نص بصله صغيره، وعندي طرف ديال الحامضه، وعندي تقريبا نص معلقه صغيره ديال الملح. واول حاجه غنديروها البنات هي اننا غادي نحطوا الكبده ديالنا باش انها تسلق، باش تحيدوا من هذوك الشعيرات الدمويه اللي كيكونوا فيها في الداخل، وتحيد من هذاك الميكروب، وتحيد من هذوك يعني دوك السوائل. غادي نحطوا الكبده ديالنا والبصله والحامض والقلب تا هو غنحطوهم يتسلقوا. هاد الطبق البنات يعني تقدروا ترافقوه مع الدجاج محمر، يعني ديروه عاد كذلك كطبق ديال الغداء، يكون خفيف، يعني يكون ترافقوه بزعلوك، ترافقوه بطاطا مقليه بصلصه الطماطم، يعني لكم الاختيار. ولا تقدروا ديروه كطبق ديال العشاء ولا كذلك في رمضان. يعني كاين الناس اللي يعزز عليهم الكبده في وقت الفطور وكيطيبوها، يعني هذه طريقه اولا فكره باش انكم طيبوها ويكون المذاق ديالها زوين، وكيعطي المذاق ديالها البنات كيكون خاطر وكيكون غزال. بالنسبه للشرموله غادي نحتاجو تقريبا بصله كبيره ونص بصله صغيره، حيت انا البنات هنايا استعملت جوج بصلات، يعني بصله كبيره وبصله صغيره. نص ديال البصله الصغيره درناها باش تسلق فيها الكبده، وبقات لينا بصله كبيره ونص ديال البصله صغيره. غادي نحكوهم في الجهه الكبيره ديال الحكاكه باش انهم يجيو عندنا، يجيو طريفات كبار ديال البصله. كيف قلت لكم البنات هذا يعني طبق تقدروا تستعملوه في رمضان، يعني وكيكون عنده مذاق ديالو البنات غزال، حيت كيكون عندها الدغميره ديالها اولا العطريه اللي كنستعملو، كيكون كتكون على حقها وطريقها، يعني حسن انكم ديروها بهاد العطريه كامله البنات باش تجيكم غزاله. من بعد ما حكينا البصله ديالنا البنات غادي ناخذوها وغادي نصفيوها، يعني غادي نفصلوا الماء ديالها على اللب ديال البصل. كيف غادي تشوفوا من بعد كيف كتشوفوا هنا انا فصلت البصله على الماء ديالها. وبالنسبه للعطريه غادي نحتاجو نص معلقه صغيره ديال القزبور مطحون عطريه، وغادي نحتاجو نص معلقه صغيره ديال البزار، غنحتاجو نص معلقه صغيره ديال القرفه، غادي نحتاجو نص معلقه صغيره ديال ديال العطريه ديال الدجاج، غنحتاجو نص معلقه صغيره ديال السكنجبير والقزبور والمعدنوس. وهنا عندي اللب ديال الحامض مصير، وعندي 3 ديال الفصوص ديال الثومه، وهنا عندي الزعفران ديال يعني صناعي. هناك عندي طرف ديال الحامض مصير. غادي نخوي المكونات ديالنا كاملين. المهم البنات بلا ما تخافوا غنحط لكم المقادير في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي ما تبعوش معايا. وعلى فكره اللي ما مشتركش في القناه يهبط دابا ويشترك في القناه الى عجبكم المحتوى ديالها، وما تنساوش تحطوا لايك لا فيديو الى عجبكم، وتبارطاجيوه مع الاصحاب ديالكم والاحباب ديالكم. وعلاش لا تحطوا لنا كومونتير على تعطيونا في الراي ديالكم على هاد الوصفه هذه ولا على هاد الطبق. هنا البنات عندي كاس صغير فيه زيت العود، اي الزيت والزيت النباتيه مخلطين، يعني غيكون تقريبا ما يقارب واحد المهم البنات حسن داك نص كاس صغير اللي كيكون ديال الاتاي خصكم ديروا النص ديالو، حيت هذا الكاس هذا هو اللي كنخلينا ناخذ بزاف لابا. المهم كنحطوها فوق العافيه باش طيب. كنحركوا المكونات ديالنا مزيان باش يتجانسوا العناصر فيما بعضها. بالنسبه للمرحله الاولى البنات بلاش ما تضيفوا الماء من الاول، يعني خليوها هو الاول تطيب و... وتخلطوا المكونات بيناتهم عاد نضيفوا الماء. هنا البنات عندي
معلقه كبيره ديال عصير ديال الحامض الخضر، هو اللي غادي نحطو باش يعطينا الحموضيه. وهنا عندي تقريبا شويه ديال السمن، يعني نص معلقه صغيره، يعني ما تكثروش منه. غادي نحركوا المكونات ديالنا مزيان باش يتخلطوا بيناتهم، وان السمن حتى هو يجي في جميع البلايص باش ما يبقاش متمركز في بلاصه وحده. من بعد كنخليوها طيب. كيف كتشوفوا هنا البنات الكبده بدات كطيب، بدات كتوجد، يعني ما تخليوهاش. هنا البنات تقريبا ربع ساعه، نخليوها ربع ساعه. في جهه اخرى غادي ناخذوا تقريبا 2 كيسان صغار، كيف ما داك اللي عبرت به الزيت ديال الماء، غادي نخويوهم على الدغميره ولا على البصله ونخليوهم طيب فيهم. نحركهم مزيان. هنا كيف كتشوفوا البنات الكبده وجات، كيف قلت لكم خدات 15 دقيقه في الطياب ديالها في نار متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف. هنا بدينا كنقطعوها لطريفات كبار، يعني الطريفات يكونوا كبار، يعني ما يكونوش صغار عاوتاني بزاف. المهم هنا تقريبا قطعنا جميع الاطراف ديال الكبده، درنا فيهم قطع تكون متوسطه، ما يكونوش صغار بزاف عاوتاني. المهم هنا كنضيفوا على البصله اللي كانت ديجا كتشحر في داك في العطريه، وغادي نخليوها طيب فيها وتشرب هذيك التغميره اللي درنا ديال البصل. هنا عندنا الزيتون خضر، غادي نضيفوه على الكبده والبصله باش يطيب فيهم. ولا تقدروا البنات تستعملوا كذلك داك الزيتون مقطع حتى هو، يعني لكم الاختيار، او لا الزيتون احمر حتى هو، يعني على حسب نتوفر عندكم يعني اي زيتون عندكم من يكون حمر، او لا زيتون مقطع، او لا هذا الزيتون اللي استعملت هنا. من بعد كنخليوه يطيب شويه. هنا كنضيفوا الملحه، هنا تقريبا معلقه صغيره. المهم الملحه البنات على حسب الاختيار ديالكم، يعني الا كانت عزيزه عليكم الملحه تقدروا تضيفوها بالزيت، ولا ما كانتش عزيزه عليكم تقدروا تنقصوا منها، يعني ما تكثروهاش بزاف هنايا، حيت راه الكبده ديجا درنا فيها الملحه في الاول، يعني بلا ما نكثروها بزاف، غير بالنسبه للبصله وبالنسبه للتغميره اللي غطيب فيها من جديد من الملحه. اما من الكبده عفوا راه طاب ديجا في الملحه، يعني ما محتاجش يملح. هنا الكبده تقريبا وجدات البنات، كتاخذ نص ساعه تقريبا في الطياب ديالها، وكتجي بهاد الطريقه هذه، كتجي غزاله وكيجي المذاق ديالها زوينه البنات. كيجي المذاق ديالها بحال الدغمه اللي كتكون مرافقه ديال الدجاج محمر، كتجي بحالها تماما، يعني وما كتاخذش الوقت بزاف البنات. ونتمنى انكم تجربوها، وكتجي البنات مدغمره مزيان، وكتجي ثقيله، كتجي المذاق ديال الدجاج محمر، المذاق ديال لاصوص اللي كتكون مرافقه للدجاج محمر، يعني كتكون تماما بحالها. هنا كنحطوها في طبق تقديم، وهنا كنزوقها بشويه ديال
طريفات ديال اللحم المصيار، ولا تقدروا تسوقوها بالهريسه، ولا تخليوه هكاك نيت، يعني كيف ما بغيتو نتوما، لكم الاختيار في التزيين. ونتمنى البنات ان هذا الفيديو هادي تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى تبارطاجيوها مع الاحباب ديالكم ومع الاصحاب ديالكم، وما تنساوش تدعموني بلايك وباشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم اي وصفه كنحطوها في هذه القناه هذه. وخليت لكم الراحه، الى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.